تخيل إن عبيد الأمس يتحولوا لأسياد الحرب اللي بيغيروا مصير الممالك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مملكة طيبة العظيمة كان بيحكم ملك عادل اسمه أحمس، لكن حدود مملكته كانت دايماً تحت تهديد من أعداء أقوياء. الجيش كان بيعاني والنبلاء بقوا خايفين على عروشهم ومصالحهم. أحمس كان محتاج حل جذري، فكرة مجنونة محدش فكر فيها قبله. قرر إنه يدي وعد للعبيد اللي في أراضي الأعداء، وعد بالحرية، وعد بإنهم يكونوا أسياد نفسهم. المقابل كان بسيط، ينضموا لجيشه ويحاربوا معاه. الفكرة دي كانت صدمة للكل، خصوصاً النبلاء اللي شافوا فيها خطر كبير. إزاي العبيد دول يمسكوا سلاح ويبقوا زينا؟ لكن أحمس كان شايف حاجة هم مش شايفينها. كان شايف في عيون العبيد دول نار ورغبة في الانتقام. وبالفعل بدأ العبيد يهربوا وينضموا لجيش أحمس بالآلاف. أحمس شكل منهم فيلق خاص سماه فيلق الأحرار، ودربهم على أقصى فنون القتال وأشرسها. كان كل شيء طبيعياً في البداية، مجرد جيش جديد بينضم للمعركة. وفجأة تغير كل شيء لما خاض الفيلق ده أول معركة ليه. العبيد دول كانوا بيحاربوا بضراوة وقوة محدش شافها قبل كده. ما كانوش بيحاربوا عشان ملك، كانوا بيحاربوا عشان حريتهم. كل انتصار كانوا بيحققوه كان بيعلي من شأنهم وبيزيد من قلق النبلاء. النبلاء بدأوا يهمسوا في ظهر الملك، العبيد دول بقوا قوة لا يمكن السيطرة عليها. بكرة قوتهم دي تتقلب علينا إحنا. تخيل تكون مكان الملك، هل كنت هتكمل في خطتك ولا هتخاف من قوتهم؟ أحمس كان قدامه قرار مصيري، إما يتخلى عن أقوى سلاح في جيشه ويرضي النبلاء، أو يكمل ويخاطر بحرب أهلية ممكن تدمر مملكته من جوه. لم يكن يعلم أن عدوه الحقيقي لم يكن في الخارج فقط، بل كان بين أقرب الناس ليه، بين النبلاء اللي بياكلوا معاه على نفس السفرة. السر ما كانش في قوة جيش العبيد، لكن في ولائهم اللي كان أغلى من أي كنوز. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.